السلام عليكم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ احنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم على حتة من ضمن الزوايد العظمية اللي بقينا بنتسأل عليها كتير، اللي هي اللي في الكعب، اللي هي دي يا جماعة، اللي هي دي. يعني دي واحدة من ضمن اسباب آلام القدم. عندنا اسباب آلام القدم، احنا كنا اخدنا محاضرة كبيرة عليها قبل كده، وبعد كده هنبتدي بقى نفصل فيها. هنبتدي من ورا كده. اشهر حاجة اللي هو البروز هنا. هو ايه البروز اللي موجود في الكعب ده؟ البروز ده هو مكان مسكة وتر اكيلس. ووتر اكيلس ده يا جماعة اللي شايل جسمنا كله تقريبا. فوتر متكون من 3 اوتار اللي هي عضلة السمانة. ودي بادية من فوق الركبة و... عبارة عن شقفتين. اللي هي العضلة التخينة اللي ورا. وتحتيها عضلة تانية الوتر بيلف حوالين بعض بحيث انه يعمل وتر كامل يمسك في الكعب من تحت زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب. على فكرة المرض ده اسمه هاجلاند ديزيز. الكعب من ورا بيبقى بارز زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب ايه سبب الكلام ده؟ هو يا جماعة في الاصل في الموضوع دوت ان هو ملهوش سبب. هو بروز العظمة اللي موجودة في الكعب من ورا ضغط على الوتر بحيث انه بيهري فيه. فبيقول لك ان زيادة العظمة دي اصلا احنا ممكن نلاقيها في ناس كتيرة. بس مع الحركة الكتير بيقعد يخبط في العظمة اللي هي بتبقى المفروض انها طالعة هنا اهو. اللي هي الحتة اللي بارزة دي الوتر يقعد يكحت فيها يكحت فيها. فبيفروله. بالبلدي كده بيفروله. ممكن توصل الفرولة دي لغاية 50% وبرضه متأثرش على الوتر. بس بيبقى مصدر للألم مرعب. طيب. ايه السبب اللي هو اللي احنا بنلاحظه ان هو موجود؟ بيبقى غالبا في الناس اللي هي بتعمل رياضات كتير. اللعيبة وطبعا دوت يعني السن الكبير. الناس اللي عندها السكر، الناس اللي عندها روماتولوجي. كل الكلام دوت اسباب بيبقى موجود في ناس ومش موجود في ناس. يعني بنقول ان دي من ضمن الاسباب. بس يمكن بتبقى ظاهرة قوي في موضوع الرياضيين ليه؟ لانها بتعجزه. يعني ما بتخليهوش يمارس رياضته. غير لما بيبقى في الناس اللي هو اصحاب المكاتب زي حالتنا. حتى لو حصل التأثير دوت ما بيبقاش تأثير. التاني دوت يمكن يكون اكل عيشه من الجري. طيب. ايه الاعراض؟ كالعادة احنا بنقسمها الى ألم ووظيفة. وكعادة كل العظم ولا حاجة. يعني انت دلوقتي عندك بروز محترم في الكعب. ده مش معناه ان احنا نتحرك. وما عندناش في العظم خطوات استباقية. لازم يكون مأثر على الألم والوظيفة. يعني مثلا نلاقي حد عنده خشونة متقدمة قوي في الركبة. طبعا ابتدت تأثر على المشية سنة. بس ما عندوش ألم نهائي. أو تقريبا نهائي. يعني زي الآلام العادية اللي موجودة عند الكل. وتقريبا بيأدي كل احتياجاته اليومية. ده ما بنجيش ناحيته يا دكتور، ده الركبة مقوسة جامد والدنيا مش عارف ايه. ايوه احنا بنربط الشكل او المشكلة اللي عند حضرتك بالتأثير على الألم والوظيفة. فمفيش حاجة اسمها مهاجمة بدون. يعني انا اكسر العظمة بتاعت الكعب اللي هي دي وامزع الوتر واقطع فيه عشان اشيل الجزء اللي مهري. وبعد كده اروح جاي مرجع تاني واركب له خطاف. وخيط ده كله وانت ما عندكش اصلا اي مشكلة. بس عشان شوية البروز دولت. طبعا الكلام دوت غير منطقي اصلا ان هو يتم. طيب. يبقى الاعراض ولا حاجة ويبقى ولا حاجة ما تعتبش عيادة. و او ألم مأثر على الوظيفة. طبعا الألم دوت كل ما بيحصل
آه، 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 تشنيجة في السمانة، يعني بمعنى أدق كل ما بستخدم الوتر أكتر كل ما يزيد الألم. أكتر وضعية تألمه هي طلعة السلم. طيب ايه الاشعاعات؟ كالعادة بنطلب اشعة عادية عشان نشوف شوية البروز اللي بتبقى موجودة ديت، وبرضه اشعة رنين عشان نشوف كمية التهتك اللي موجودة في الوتر، لان زي ما هنبقى نعرف بعدين في تفاصيل العملية لو لا قدر الله احتاجناها، ان ساعات بناخد من الوتر اللي حواليه او اللي قدامه بمعنى ادق يعني. ايه العلاج بقى التحفظي؟ الاصل في المواضيع بتاعة العظم كلها علاج تحفظي. الفكرة كلها هنعمل ايه في العلاج التحفظي، وهنمشيه ازاي، ومدته قد ايه. طيب بداية الكلام في وتر اكيلس 6 شهور. يعني بداية الكلام ان احنا بدنا شغالين في العلاج التحفظي معانا لغاية 6 شهور. طيب بنعمل ايه؟ اولا مبدئيا يعني اي حركة بتتعب حضرتك المنطقة، والكلام دوت عام يا جماعة، يعني الكلام دوت في كل حتة عندنا في جسمنا. يعني كوعي بيوجعني في حركة معينة بتوجعه، يبقى انا لو سمحت ما تعملش الحركة دي. يعني ليه بقى؟ لان في ناس بتتعمد انها تعمل حركة تشوف المكان دوت خف ولا لا. يا حبيبي سيبها. احنا العظم عندنا بداية كلامه 3 اسابيع 4 اسابيع عبال ما ربنا يعفو عننا يعني. فانت ما تقعدش كل شوية ترفع معامل الالتهاب بالخبطة اللي انت بتعملها. سيب المكان دوت مريح لغاية لما الدنيا. عندك حركات تانية، يعني عندك حركات تانية اكيد مش هتبقى مؤلمة. فانت حضرتك بتشوف اللي احنا بنسميها ايه activity modification، يعني بتشوف الوضعية اللي بتتعب ايه، وحاول تتعايش او تتأقلم او تمارس بأوضاع تانية. بدل ما هاخد الألم بالشكل دوت هاخده بالشكل دوت بحيث اريح عضلات كوعي. بدل ما هسرح شعري مش عارف عشان الكتف مثلا، وهكذا في كل حاجة. ده طبيعة التكيف اللي بيفرق ما بين البني آدم وإيه و... واللي مش عايز يفكر أو مش عارف مش عايز يساعد نفسه أو بيعاند نفسه. مش عارف أوصلها إزاي يعني. طبعا مضادات الالتهاب مهمة تظبيط الجرعة وكميتها في برضو من ضمن الحاجات مثلا الموضوع برضو متأخر بنساعده بان احنا كمان ما نقعدش نحك من بره. يعني اذا كان الوتر بيتحك من جوه بان في عظمة زيادة مثلا او التهابات معينة، ما نحكش كمان الجزمة من بره. ففي انواع من الجزم او الشباشب بتبقى مفتوحة من بره من ورا، بحيث انها تسيب المنطقة اللي بارزة ديت براحتها. طيب العلاج الطبيعي في انواع منه كتير. احنا بنركز على الاسترتشات يا جماعه، انا مش عايز تقويه، انا عايز اطول الوتر عشان اديله براح. طيب الجلسات التصادميه نتائجها اقل، يعني او بمعنى دقة ضعيف. بس احنا لازم نعملها بحيث ان احنا نبقى استهلكنا كل الطرق السلميه قبل ما نفكر ان احنا نخش جراحه. طيب كل الكلام ده فشل والألم بقى شديد ومش قادر اتحرك او اعمل الوضعية بتاعتي، الاوضاع اللي انا ببقى محتاجها كويس، زي مثلا المسافة زي الجري. يبقى انا محتاج اخش بعد ما بحق الله مشيت على علاج بانتظام، عملت العلاج الطبيعي، حتى وصلنا لغاية الاكسترا كوربوليا. والموضوع ايه؟ طبعا يا جماعة الحق ممنوع منعا بات. في موضوع الحقن الكورتيزون ممنوع في الاوتار عموما، وعلى الوجه الخصوص وتر اكيليس بيمزق بيتفلق. لان كمان في وتر اكيليس يا جماعه ده احنا لما بنيجي نخيط بعد قطعه الحقن دوت ما بنلاقيش شغط نخيطه عدل، ما بيبقى محتاج دعم بالاوتار التانية. يعني انا بس بركز لكم على النقط المهمه. مفيش حقن في الوتر بتاع اكيليس بيضعفه وبيهريه. طيب النقطة الأخيرة بقى اللي هو التدخل الجراحي. بصوا يا جماعة،
ممكن نقول لغاية 99% من مهما كان البروز، وممكن يبقى مهتك في الوتر لغاية 50% وبرضه يستجيب للعلاج التحفظي. تمام كده، يعني كالعادة الأصل. بس في حاجات كده احنا برضو بنعرفها للمريض لو اتشافت. في أوتار بتبقى كمان اتكلست، يعني وهي مهرية بقى في ترسبات كالسيوم في المنطقة، غير البروز العظمي وغير التهتك، في تكلسات في المنطقة. بنبقى عارفين ان البني ادم دوت ممكن يوصل لغاية يعني 50-50 ان هو يتحسن، يعني بيبقى غالبا محتاج شغل. فاحنا هو ده مش بيفرق، كده كده هتمشي بالعلاج التحفظي ونشوف النتيجة في الاخر، بس احتمالات الاستجابة بتبقى اقل. كده كده هتاخد المدة بتاعتك كاملة، يعني كده كده ما عندناش جراحة قبل ما تبقى استهلكت تماما كل انواع الطرق السلمية. طب وحقن البلازما؟ حقن البلازما لغاية النهاردة مش عليه داتا، مش عليه بيبرز علمية. بس هو ما يعني نقدر نقول اذا مش هيفيد فهو مش هيخص. يعني اذا كان في حقن اللي هو فنعمل حقن البلازما مفيش مشكلة في الكلام ده. طبعا حقن البلازما بقى بيستخدم في السوق استخدام انا عن نفسي ما بحبهوش، بيدوله اكبر من حجمه واسعار غريبة قوي. انت البلازما دوت انت يعني احنا العينة عادة بتبوظ في خلال يعني بعد 5 ساعات 6 ساعات. فانت عادة بتنسق مع الطبيب بحيث انك بتسحبها في المعمل، يعني مش في العيادة. المعمل كده كده بيسحبها كويس، ودي كده كده دي شغلته هو. وباقي انت حضرتك بتجيب الانبولة زي ما هي كده اهوت، ومعاها السرنجة زي ما الطبيب بقى بيقول لك الجوانتي، الحاجات اللي هي زي ديت وبتتحقن. المبالغات اللي بنسمع عنها ديت حاجات شغل سوق ومش حاجة يعني ما مش ده الأصل في الموضوع. وبرضه تبقى فاهم حجمها الحقيقي. هو أصلا الصفائح الدموية اللي احنا بنحقنها اللي هي البلازما، في عندنا بلازما غنية وبلازما فقيرة. البليتلت ريتش بلازما والبور. الفرق ما بين الغني والبور تركيز الصفائح الدموية اللي موجودة في العينة بس كده. فهو بيلفها دورات معينة بحيث ان اللي يطلع للسائل اللي باقي كمية صفائح اكتر. ايه فايدة الصفائح دي؟ انها لما بتتحنر في المكان اللي هي اوريدي هو اصلا في دمه، من دمه في دمه، بتفكر المنطقة ان هي تشتغل بزيادة. اللي هو يحصل ريجنريشن، بتطلع مواد للجروس اللي هي بتزود بس لغاية النهاردة مفيش داتا حقيقية، كله يعني ايه، يعني في علامات استفهام عليه كتير يعني. ومع ذلك بنقول ايه، ان هو اذا ما كانش هيفيد فهو مش هيضر. اللي هيضر حاجة واحدة بس، المبالغات في في التكاليف وحجم الآمال اللي بيتقال عليها يعني. طيب، كل الكلام دوت والأمور ما استجابتش ومفيش أي تحسن من أي نوع، يبقى حضرتك محتاج إيه بقى؟ تبتدي تستخير عشان تفكر في موضوع الجراحة. الجراحة ملخصها لغاية لما نبقى نخش في التفاصيل بتاعتها بعد كده في محاضرة تانية، إن إحنا بنشيل حتة العظمة الزيادة، بنفتح الوتر من ورا ونشيل حتة العظمة الزيادة. وعلى حسب بقى حجم التآكل اللي في الوتر، كل ما بيزيد كل ما بنكحت اكتر، يبقى بالتالي محتاجين عدد انكرز، غرز اكتر. لان احنا مفيش حاجة اسمها شيل عظمة بس كده ونكحت ونقفل، ده مش هو ده الشغل. انت محتاج تشيل الوتر وتعيد زرعه من اول وجديد، فبتبقى محتاج خطاطيف عشان تزرعها كويس وتشد معاك كويس. وبنوصل لمرحلة من الكحت ان احنا ساعات بنبقى محتاجين وتر تاني يدعم معانا، اللي هو غالبا بناخد الوتر اللي بيحرك الصباع الكبير لتحت. اللي بيحركه لتحت ده غالبا بيستمر لسه شغال بأوتار تانية اللي هي بتحرك الصوابع الكبيرة.
الصغيرة، لان هما بيبقوا ماسكين كده في حتة قدام. يعني اتمنى كده ان انتوا تكونوا فهمتوا الفكرة بتاعة الموضوع، وصحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.